هم دول السبب الاساسي اللي بيخلوا رسمة البسكوت بعد السوى تروح، وكمان يخليه ينفش منك وينتفخ كده وملامحه تروح. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل البسكوت. طيب انا هعمل قد ايه بسكوت يا جماعه؟ هعمل كيلو ونص. استخدمت كيلو من الزبده بدرجه حراره الغرفه، عليهم نص كيلو سكر مطحون. لو انت هتعملي نص الكميه مفيش مشكله، يبقى نص زبده عليهم قد ايه؟ ربع كيلو سكر. هضربه بالمضرب الكهربائي لحد لما يتحول اللون الكريمي. قعدت قد ايه اضرب بالمضرب؟ قعدت 10 دقايق. لما تحولوا للون الكريمي انا هضيف عليهم 6 بيضات. يبقى الكيلو ونص اللي انا هعمله ده هحط عليه قد ايه؟ 6 بيضات. لو انت هتقسم الكمية يبقى 3 بيضات. كل حاجة واضحة اهي، واحدة واحدة معاكم. بعد ما نزلت بال6 بيضات هبتدي احط الفانيليا، بمعنى ان كل بضاية عليها كيس فانيليا. يبقى انا هحط مجموعة قد ايه؟ 6 من الفانيليا. ادي كيسين فتحناهم، وكيسين تاني هنفتحهم. طبعا احنا شغالين كل ده يا جماعة في ايه؟ وبنضرب كل ده واحنا شغالين. يعني انا شغال 10 دقايق سكر مع زبدة، ولما نزلت بالبيض 10 دقايق كمان. يبقى انا خدت 20 دقيقة ضرب بالمضرب، وده كان الشكل النهائي بتاعه الكريمي. طيب خلي بالك، لو السكر زودتيه عن كده هينفش منك. يبقى اول حاجه تخلي البسكوت ينفش منك لو السكر زياده. تاني حاجه هتيجي معايا تباعا. انا هعمل كيلو ونص، يبقى احط كيلو ونص من الدقيق. عليه قد ايه؟ عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، مش الكيس كله، لا دي معلقه صغيره. ده كيس عندي كان مفتوح يا جماعه. وام محمد بتقلب البيكنج باودر مع كيلو دقيق في الاول كده من على الوش، وبعد كده احنا مش هنعجن. احنا مجرد بس ما بنقلب السمنه بالدقيق، وهترجع تزود النص كيلو التاني من الدقيق. الحاجه التانيه اللي تخلي الرسمه بتاعت البسكوت تروح منك ايه هي؟ ان انت تزودي البيكنج باودر. يبقى عندك حاجتين يضيعوا الرسمه منك ويخلوا البسكوت ينفش: السكر وزياده البيكنج باودر. كده احنا حطينا كيلو ونص من الدقيق، بس حطيناهم واحده واحده عشان نعرف نعجن. وام محمد هنا بقى اشتغلت بايديها عشان تقدر تتحكم في العجينه، وقلبت الخليط ده كله على بعضه، وقامت ضايفه اخر كميه من الدقيق زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هي دي مكونات البسكوت العاديه جدا، سهل جدا، بسيط قوي. لو عندك العجان طبعا الموضوع هيبقى سهل عليكي خالص. ده كان الشكل النهائي بتاعه. العجينه ما شاء الله تبارك الله ملمسها زي الفل. ده كيس الحلواني بتاعي، وده التيب او البلبله بتاعت البسكوت، دي اكبر مقاس. بصوا بقى العجينه عامله ازاي. هي العجينه بتاعت الكيس الحلواني يا جماعه من خصائصها ان هي بتبقى طريه عن العجينه بتاعت المكنه. وهنشتغل بالصواني العادية والفرن بتاع البوتاجاز البيتي عادي بتاعنا، مش هنودي الفرن بتاع الشارع. وادي الرسمة زي ما انتم شايفينها طالعة زي الفل، والعيال ملمومة حوالينا بقى وفرحانين. كنا شغالين بيها يعني بنعمل الشغل ده لحد قبل الفجر ب10 دقايق. ده كان الشكل النهائي بتاع الرسمة ديت. وفي رسمة تانية تيب تاني هنعمله برضو معاكم دلوقتي هتشوفوه. خلي بالكم يا جماعة، الشغل على الصاج بيلسوع بسرعه، يعني الصاج بيسخن بسرعه عن الالمونيا. فلو هتسوي في المونيا، الالمونيا يعني بيستحمل شويه، الصاج بيلسوع الحاجه. وده التيب التاني اللي هي، بصوا الرسمه دي شكلها حلو قوي برضو، اللي انت بتسحبي كده وتقومي دايسه دوسه في النص تعمل معاكي ورده. شكلها جميل ولذيذه. طيب هو خد قد ايه سوا في الفرن؟ في الفرن بتاعي انا، اللي هو طبعا الناس اللي متابعاني اللي بقالهم 3 سنين عارفين الفرن بتاعي يعني على قد حاله، بياخد بالظبط 20 دقيقه. توزيع الحراره عندي مش عدل، مش حلو، بس طلع لي الالوان زي ما انتم شايفها بالمنظر ده. البسكوت جميل جدا، الرسمه زي ما انتم شايفينها واضحه زي الفل، مش رايحه خالص. اختلاف الالوان ده بسبب توزيع الحراره في فرني. انا حتى بوريكم الفرق عشان ما ينفعش ايه، ما فيش حاجه قدامكم يعني فيها قط ولا فيها زياده الوان ولا حاجه. بص البسكوت عامله ازاي، وبص كمان الرسمه ما راحتش، وطعمه جميل جدا جدا. جربوا بقى الوصفه ديت، وقولوا لي كل اللي انتوا عايزينه في الكومنتات.